في ملاحظة كده يعني كلنا تقريبا بنعملها ومن غير ما ناخد بالنا. ليه لما بنحس إننا نسينا حاجة أول رد فعل بيكون إننا ندور على المفتاح، مش المحفظة، مش الموبايل بالذات؟ المفتاح تحديداً. إيه المفتاح؟ دي صدفة ولا الموضوع وراه قصة؟ لا خالص مش صدفة. بصي، دي نقطة ممتازة قوي. هي بتورينا حتة مهمة في طريقة شغل الدماغ. المفتاح هنا بقى دوره بيتخطى كونه مجرد مفتاح. يعني الموقف الكلاسيكي، الواحد خارج يقفل الباب يمشي خطوتين وفجأة يقف، استنى أنا ناسي حاجة. بالظبط. وأول حاجة إيه؟ إيده تروح على جيبه تدور على المفتاح. أنا ساعات بعمل كده وأنا يعني متأكدة إنه في جيبي أصلا. بتحصل. طب هو ده مجرد زي ما تقول تك عصبي ولا في تفسير أعمق للموضوع؟ بصي، هو ممكن يبدأ كعادة لكن إنه يستمر بالشكل ده ويحصل للكل تقريبا، ده يخلينا نفكر أكتر. الدماغ في اللحظة دي، لحظة القلق دي، هو مش بيدور على الحاجة اللي نسيها بجد. أمال بيدور على إيه؟ بيدور على طمأنينة سريعة، يعني حاجة فورية كده تريحه. والمفتاح هنا بيبقى أقوى رمز للقدرة على الرجوع للبيت. فمجرد ما تتأكدي إنه معاكي، ده كأنه زرار أمان مؤقت دوستي عليه. عقلك الباطن بيقولك تمام، ما تقلقيش، هتقدري ترجعي لو أي حاجة حصلت. حتى لو اللي نسيتيه ملوش علاقة بالرجوع للبيت؟ بس ده الغريب بقى، ممكن أكون نسيت ميعاد شغل مهم، أو مثلا نسيت أجيب حاجة ضرورية من بره، حاجات ملهاش دعوة بالبيت خالص. وبرضه اطمن على المفتاح الأول. ده ساعات الواحد ممكن يسأل اللي جنبه، إيه ده، هو المفتاح معاك؟ كان المفتاح هو الحل الساحري لمشكلة النسيان نفسها. بالظبط. المنطق هنا يعني مش واضح قوي. ما هو ده بقى اللي بيبين القيمة الرمزية. هنا المفتاح ما بقاش حتة حديدة، بقى رمز؟ بقى رمز وتجسيد لفكرة السيطرة أو التحكم في الموقف والأمان طبعا. العقل بيستخدمه كاختصار، طريق مختصر عشان يتجاوز الإحساس العام بالقلق، اللي هو في حاجة غلط بس مش عارف هي إيه بالظبط. فوجود المفتاح بيديله إحساس ممكن يكون زائف شوية بالسيطرة، حتى لو المشكلة الحقيقية، الحاجة اللي نسيها، لسه موجودة ومتحلتش. يعني الموضوع أقرب لتميمة حظ نفسية أكتر منه تصرف عملي عشان ألاقي الحاجة اللي نسيتها. بالظبط كده، تميمة أمان نفسية. والمصادر بتلمح كمان لحاجة أغرب، إن ده ممكن يوصل لدرجة إن الواحد وهو في سريره قبل ما ينام يتأكد من المفتاح؟ يتأكد إن المفتاح جنبه أو في مكان آمن، وهو مش محتاجه عشان يفتح باب الأوضة يعني. تماماً. ده بيوضح لك قد إيه الرمز ده قوي. هو مش محتاجه فعلاً، لكن وجوده جنبه ده عامل زي وثيقة أمان ضد المجهول، ضد القلق اللي ممكن يجي بالليل. الأشياء العادية جداً في حياتنا بتكتسب قوة رمزية ساعات، وإحنا مش واخدين بالنا. فعلا فكرة تبان بسيطة قوي، بس لما نفكر فيها بتخلينا نشوف تصرفاتنا اليومية بنظرة مختلفة خالص. البحث الأوتوماتيكي ده عن المفتاح مش مجرد عادة وخلاص، ده السلوك وراه احتياج عميق جوانا للأمان وللإحساس إننا مسيطرين على حياتنا اليومية. والمفتاح بقى هو الأيقونة الأسهل والأسرع اللي بتحقق الإحساس ده، ولو بشكل مؤقت. فعلا. وده الصراحة يخلي الواحد يفكر بقى، يا ترى إيه تاني في حياتنا؟ إيه الأشياء أو العادات التانية اللي ممكن تكون بتلعب نفس الدور الرمزي ده؟ حاجات بنعملها كل يوم بشكل تلقائي بتديني إحساس بالسيطرة أو الطمأنينة، وإحنا يمكن مش محللين قوي هي ليه بتعمل كده. نقطة للتفكير.